مرسلا لجين مون بعيدا، والذي عندما فتح عينيه وجد شبح الرمح فوقه وكأنه ضخم كالجبل عات كالوحش في مشهد مهيب، وذلك للقضاء على سليل الطائفة السماوية الشمالية. وجين الذي يتدارك الموقف مما جعل شبح الرمح في تعجب من مقاومة جين، حيث بدأ جين باستخدام قدراته وتفعيل تقنياته الخاصة، تقنيات الطائفة السماوية الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم أنمي دوجو. شكرا وبالتوفيق. نكمل عندما قضى جين على أولئك العرافين داخل مدينة اليشم، والذين كانوا قد بدأوا بقتل كل ما يتحرك داخل المدينة. كانت شونغ إن يراقب بذهول. إنه ليس مجرد سياف موهوب، حالته، طريقته في القتال، كل شيء مختلف عما كان عليه قبل قليل فقط. إن حالته مخيفة جدا، تشعرني كما لو أنه يستطيع قطع روحي من يكون بحق الجحيم. أما الفتى مون فقد كان يرتجف. أخي الأكبر لقد أصبح مخيفا للغاية. ويزيد، لا أعرف الكثير عن ماضيه، ولكنه بدا كأخ أكبر لطيف. ما الذي حدث بينه وبين طائفة القبضات المحطمة حتى يكون على استعداد للتخلص منهم هكذا؟ بينما كان جين يتقدم وعيناه تشع باللون الأرجواني، اندفع أحد العرافين نحوه صارخا: كيف تجرؤ على مهاجمة طائفة القبضات المحطمة أيها الوغد؟ لكن في أقل من دقيقة تحول المهاجمون إلى أشلاء متناثرة دون أن يظهر جين أي ذرة من الرحمة، حتى أنه لم يتحرك من مكانه. يقول تشونغ إن ونظرات الدهشة تعلو وجهه: أظن أن هذه أول مرة ترى هذا الجانب منه يا فتى، من الأفضل أن نراقبه بحذر، إنه خطر تماما. ويتمتم في نفسه بنظرات حادة قائلا: آمل أن لا يكون قد استهلك من قبل هذا السيف المسحور. ويخاطب الغراب جي والكلب تو بالتخاطر بأنهم سيتبعون جي من بعيد، وإذا حدث أي شيء يهدد حياتهم يجب عليهم الهرب فورا. وفي تلك الأثناء كان الجنرال غوانغ يركض بسرعة في أنحاء المدينة يراقب المجزرة من حوله، وفجأة رأى أحد العرافين يمسك بسيدة وأنه يقوم بتعذيبها. صرخ بغضب: توقف فورا، ماذا تظنون أنفسكم فاعلين؟ لكن العراف اكتفى بالابتسام قائلا: الكبير غوانغ، أنت هنا بالفعل. وقف الجنرال غوانغ أمامه بغضب: ماك، ما الذي تفعله بحق الجحيم؟ ابتسم ماك وقال بسخرية: هذه المرأة من الأوغاد الذين يهددون طائفتنا. يصرخ بكل غضب الجنرال غوانغ: إذا كان هذا هو الحال اقتلها مباشرة، لماذا تعذبها؟ وفي لحظة قطع ماك رأس المرأة بالكامل، ثم نظر إلى غوانغ بنوع من السخرية وقال: هل أنت سعيد الآن يا سيدي؟ هل تعرف ما هي مشكلتك يا غوانغ؟ أنت لا يمكنك معرفة متى سيؤدي مسارك إلى طريق مسدود، لأنك لا تهتم حتى بالنظر إلى محيطك. أنت منغمس جدا في عقيدتك الخاصة. إذا كنت حقا صالحا لهذه الدرجة، لماذا شاركت في الخيانة في ذلك الوقت؟ الجميع كان يعلم أن جين كوان هو لم يكن ليتواطأ مع الليل الصامت، فلماذا لم تتقدم وتحمي شرفه في ذلك الوقت؟ والجنرال الذي يكون مصدوما جدا من هذه الكلمات. عندها بدأ ماك بالضحك الشديد ويقول: هل قلت شيئا ما كان يجب علي أن لا أقوله؟ ولكن آمل أن تكون على علم بهذا يا غوانغ، إن سيدنا يعتبرك شوكة مزعجة في حلقه. يسأله: هل تعرف لماذا عينك في مهمة حارس شخصي وأرسلك إلى هذا المكان؟ يظهر عدد من الرجال وقد تم حصاره بالكامل من أفراد جماعة العرافين. يكمل ماك: وفقا لرغبات سيدنا أرجو أن تحظى بنهاية هادئة في الجحيم. في تلك اللحظة أدرك الجنرال غوانغ الحقيقة المرة وهو يهمس لنفسه: جو تشون وو، في النهاية اخترت أن تقتلني أيضا. ثم ماك الذي صرخ للعرافين: اقضوا عليه. في اللحظة التي هم فيها ماك بإعطاء الأمر بالقتل، انقض أتباع طائفة العرافين على غوانغ دون تردد، قبضاتهم المشحونة بنية القتل، والأرض تملأها الدماء في كل مكان. في تلك اللحظة انتقل المشهد إلى أحد الأبراج المجاورة، حيث كان بيونغ يراقب الموقف من بعيد. فجأة تحدث بيونغ قائلا: هل أنت متأكد من أن هذا هو المكان؟ التفت إليه الآخر وأجابه بثقة: نعم، لا شك في ذلك، هذا هو الموقع الذي كان من المفترض أن يمنى فيه الجناح الأبيض قبل أن يتم إيقافه. إنه جبل صخري مهجور منذ سنوات، والمكان الوحيد الذي يمكن لذلك اللقيط أن يختبئ فيه. يقول بيونغ بصوت منخفض ضاحكا: يقولون دائما أن الحقيقة تختبئ تحت الضوء. من كان ليظن أنه سيختار مكانا واضحا كهذا؟ كان الشخص الآخر الذي يخاطبه قائلا: لحسن الحظ لم يصل فنانو الدفاع عن النفس من التحالف السماوي المركزي بعد.
لو كانوا قد جاءوا أبكر من هذا لكانوا سيحكمون السيطرة الكاملة على هذا المكان، وخطتنا في مدينة اليشم كانت ستنهار تماما. أو ما بيونغ برأسه موافقا، ثم أضاف بصوت جاد: تماما. لهذا السبب علينا إنهاء هذا الأمر بسرعة قبل أن يتدخل أي طرف آخر. أي خطأ حتى لو كان صغيرا قد يكون له عواقب وخيمة على سيدنا. في هذه الأثناء تمتم بيونغ في داخله: الآن وقد عرفنا من كان السبب في ظهور المجانين، فبمجرد إخضاع هؤلاء الأوباش بالطريقة المناسبة سيتم ترسيخ أساس طائفة القبضات المحطمة. ماذا لو أنقذت التجار المفقودين أيضا؟ عندها لن يجرؤ أحد على تحدينا بعد الآن. وفجأة ارتسمت على شفتيه ابتسامة يملأها الخبث، ثم قال لنفسه: نعم، في الواقع علي أن أشكرهم لأنهم دخلوا أراضينا وتسببوا في كل هذه الفوضى. فالأزمات دائما ما تتحول إلى فرص، عليك فقط أن تكون صبورا. ثم رفع رأسه وحدق في الأفق بعينين تلمعان بشيء أشبه بالجشع، قبل أن يقول بصوت منخفض: حسنا، دعنا نبدأ الآن. وفي اللحظة التالية انتقل المشهد إلى جين الذي كان يتجول في أرجاء المدينة يتفحص أنحاءها بعيون يقظة. كان يشعر أن هنالك شيئا غريبا يجري، لكنه لم يتمكن من تحديد ماهيته بعد. وفجأة بينما كان يسير بجانب إحدى الصخور الكبيرة لمح جسدا ملقا على الأرض. توقف في مكانه وحدقت عيناه في المشهد أمامه بصدمة. ماذا؟ جنرال غوانغ ركض نحوه بسرعة وهو يراقب الدماء التي غطت جسده بالكامل. كانت ذراعاه مبتورتين وجراحه لا تعد ولا تحصى، مما جعله يبدو في حالة يرثى لها. فتح الجنرال غوانغ عينيه بصعوبة وبنظرة واهنة حدق في جين مو للحظات قبل أن يهمس بصوت بالكاد يسمع: هل أنت هو جين مون؟ تجمد جين في مكانه وبنظرات كلها غل وازدراء لما وصل له غوانغ يقول: أجل هذا صحيح. وفجأة بدأت الصدمة على وجه الجنرال غوانغ واتسعت عيناه وكأنه أدرك شيئا مهما، ثم وببطء شديد امتلأت عيناه بالدموع وبدأت شفتاه ترتجفان قبل أن يقول: كنت على قيد الحياة طوال هذا الوقت. ثم بدأ بالبكاء وبصوت مخنوق: أنا آسف لأنني لم أستطع إنقاذك في ذلك اليوم، آسف لأنني كنت ضعيفا، أنا آسف على كل شيء. ونرى أنه آسف على كل ما فعله: خيانته لوالد جين، وأيضا ترك جين وحده في صغره وتحميله مسؤولية ما حدث. ويبكي من كل قلبه وبكل حرقة على لحظات جبنه وعدم شجاعته وتخليه عن جين عندما كان صغيرا. لكن لم يكن هنالك وقت للمزيد، فقد بدأ جسده يفقد قوته بسرعة وأصبحت أنفاسه متقطعة. رفع رأسه بصعوبة والدموع تنهمر من عينيه. جين، أوقف هذا الدمار، أوقف جو تشيون وو، لا تدع هذه الليلة الدامية تستمر. وفي اللحظات التالية ارتجف جسده لثوان قبل أن يسكن تماما ويسقط رأسه. ظل جين يحدق فيه بصمت قبل أن يلاحظ أن آخر آثار الحياة قد غادرت جسده. صمت للحظة ثم همس بصوت خافت: أخي الأكبر غوانغ. ونراه قد أغمض عيني غوانغ بعد أن فارق الحياة. وفجأة شعر وكأن شيئا بداخله قد انكسر، حيث بدأت هالة قاتمة تتصاعد من جسده وكأن شيئا مرعبا على وشك الحدوث. ثم يقول بصوت محمل بالغضب والوعيد: فقط انتظروني أيها الأوغاد. وقد بلغ أعلى درجات الغضب وقد شد على ذراعيه بكل قوة. وبينما كانت المعركة على أوجها داخل مدينة اليشم من قتل وسفك للدماء، كان أحد أتباع مجموعة الأشباح القرمزية يركض لينجو بحياته، حيث كانت تتم ملاحقته من قبل العرافين. يتنفس بصعوبة والذعر يملأ عينيه. كان يعلم أنهم كانوا مهملين للغاية وأن رجاله الأشباح القرمزية قد قضي عليهم بالكامل، لكن العرافين كانوا خلفه الآن. وصل الرجل أخيرا إلى أحد الجبال حيث ظهرت أمامه بوابة محفورة في الصخر. دخل بسرعة وهو يتمتم بصوت مرتجف: الجنرال نام جون وي يقاتلهم جميعا بمفرده، لكنه لن يتمكن من الصمود طويلا. لابد لي من الإسراع وإبلاغ مولاي الآن. وفي لحظات وجد نفسه داخل قاعة ضخمة وصاح بصوت متقطع: يا مولاي! ينحني الرجل له ويقول: لقد قبضوا علينا رغم جهودنا لنكون حذرين قدر الإمكان. العرافون من طائفة القبضات المحطمة خلفنا. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ حيث كان دانيوب واقفا في منتصف الكهف نظر إليه بهدوء ثم أجاب بصوت منخفض: أنا بالفعل على علم بالوضع الراهن. أنا آسف يا رجالي، بسبب طموحاتي لقد عرضتكم جميعا للخطر. قبل أن يكمل كلماته قاطعه التابع: لا تقل شيئا كهذا يا مولاي، حياتنا كانت معرضة بالفعل.
قبل كل شيء أنت من أنقذنا وأعاد لنا الأمل، نحن هنا من أجلك. ثم أضاف بعزم: مولاي، أمنيتك هي أمر لنا، أنت الوحيد القادر على إيقاظ الليل الصامت. إذا كان بإمكان حياتنا تسريع تلك العملية ولو قليلا فسوف نكون راضين. تابع الرجل حديثه بجدية. مع ذلك الجنرال جون وي يتصدى لهم وحده، حتى بالنسبة لقوته هذا أكثر من اللازم، لن يكون قادرا على الصمود طويلا. سوف يحتشدون في هذا المكان قريبا، يجب أن تسرع وتهرب يا مولاي. لكن دانيوب ظل صامتا للحظات ثم هز رأسه قائلا بصوت حازم: أنا متأكد من أنك تدرك هذا، ولكن الليل الصامت هو عملاق فقد قوته، لقد فقدوا الدافع الذي كان يحرك إرادتهم، لهذا لم يعد بوزعي الفرار من كل هذا. مصيري وبالتأكيد هو التأكد من نجاح هذه المهمة، حتى لو كان ذلك على حساب حياتي. لا يوجد سبب للفرار بعد الآن، يجب أن نعد أنفسنا جيدا للمعركة القادمة. في هذه اللحظة كان السيد بيونغ وفرقة الاستطلاع أو العرافين قد اقتربوا من الكهف الذي يختبئ فيه دانيوب، وعندما دخلوا إلى الممرات الداخلية جحظت أعينهم من الصدمة. كان المكان يعج بمئات، لا ربما الآلاف من الوحوش البشرية التي كانت سابقا تجارا وحراسا مفقودين. تمتم أحدهم بصوت مرتجف: إذا كانوا يختطفونهم لتحويلهم إلى هؤلاء المجانين، ولكن يا إلهي كم عددهم! أجاب بيونغ بصوت مبحوح: كانوا هم المجانين الذين رأيناهم في المدينة. ثم أضاف في داخله: نحن ما زلنا لا نملك علاجا لهذا المرض، وكنت آمل أن لا يكون هذا هو الحال، ولكن للأسف نحن بحاجة إلى الإسراع قبل أن يصل التحالف السماوي المركزي إلى هنا. لدي شعور سيء حيال هذا الأمر. وفجأة نظر بيونغ إلى أتباعه قائلا: قائد العدو يجب أن يكون هنا، لا تتركوا واحدا منهم على قيد الحياة، دعونا نسرع ونقضي عليهم قبل أن يسوء الوضع أكثر من ذلك. وبالفعل بدأ العرافين يتقدمون بسرعة نحو القاعة الرئيسية، ولكن ما أن دخلوا حتى صدموا بوجود شخص يقف في منتصف القاعة. يقول بيونغ: هل أنت من وراء كل هذه الفوضى؟ خطف الناس وتحويلهم لمجانين. ابتسم دانيوب بهدوء ثم قال: من كان ليظن أن قائد العرافين سيأتي بنفسه ليلقي التحية عليه؟ تهانينا، لقد بذلتم جهدا كبيرا للوصول إلى هنا. نرى الغضب الذي ارتسم على وجه بيونغ، ثم صرخ بصوت عال: أيها اللقيط، هل تعتقد أنك ستكون بأمان بعد أن تسببت في هذه الفوضى داخل أراضي طائفة القبضات المحطمة؟ لكن دانيوب قال بسخرية: منذ متى أصبحت مقاطعة يونان من أراضي طائفة القبضات المحطمة؟ يرد عليه بيونغ بأن هذه الأرض تحت سيطرتهم منذ أن أتت طائفتهم إلى هذا المكان قبل 10 سنوات. ولكن دانيوب يرد عليه: إذن كانت هذه هي دفعتكم من التحالف السماوي المركزي على خيانتكم للطائفة السماوية الشمالية. راقب كلماتك أيها الوغد، سأشرحك إلى أشلاء وأجعلك تندم على كل قرار اتخذته، حتى استسلامك لن ينقذك مني الآن. لكن دانيوب لم يفقد هدوءه، بل ابتسم أوسع رادا لكلامه: ومن قال أنني سأستسلم؟ هل تعتقد حقا أنني وضعت هذه الخطة حتى تنتهي بهذه الطريقة؟ لم أنوي المغادرة من الأساس. ثم أضاف بصوت منخفض قوي ووجه وكأنه ينظر إلى قمامة: في الواقع يبدو أن هنالك سوء فهم هنا. أنتم يا رفاق لم يكن لديكم أي حقوق منذ البداية. هل تعلمون كيف شعرت عندما بدأت أضع هذه الخطة؟ كنت خائفا للغاية لدرجة أنني لم أستطع النوم، لكن لم يكن لدي خيار آخر. الموت كان ينتظرنا جميعا. ثم تابع بصوت أكثر حدة: لقد عانينا لسنوات وسنبذل كل ما بوسعنا لرد هذا المعروف لكم، ولهذا السبب نحن سنوقظ الليل الصامت من سباته. هذا هو قدرنا. حدق السيد بيونغ به في ذهول وتمتم بصوت مرتجف: ما الذي قلته للتو؟ أنت ستوقظ الليل الصامت؟ هذا مستحيل. ولكن قبل أن يتمكن من استيعاب تلك الكلمات بدأ دانيوب يضحك بصوت عال ثم قال: بالمناسبة، هل رأيتم أولئك الأسرى؟ إنهم جائعون للغاية، لم يأكلوا منذ أيام، وهذا هو وقت تقديم الغداء لهم. ثم أشار إلى أحد أتباعه وهو نفس التابع من قبل، والذي كان مختبئا وراء إحدى الصخور، والذي سحب ذراعا خفية داخل الجدار. وفي لحظات انفتحت أبواب السجون واندفعت مجموعة ضخمة من الوحوش البشرية المسعورة باتجاه العرافين. ابتسم دانيوب وقال ببرود: أنتم لستم أكثر من مجرد وجبة جانبية، أما الوجبة الرئيسية فهي أحد السماوات الشمالية الأربعة، جو تشيون وو، ونراهم قد تمت إحاطتهم بالعشرات، لا بل المئات من الوحوش البشرية من كل مكان. والسعادة مرسومة على وجه دانيوب. ارتجف نائب العرافين وسأل السيد بيونغ: ماذا سنفعل الآن؟
بعض هؤلاء الرجال هم التجار المفقودين من العائلات التجارية العشرة العظماء، لكن السيد بيونغ رفع يده وقال بصوت مليء بالغضب والدهشة: اللعنة، هذا مؤسف، ولكن ليس لدينا خيار آخر، يقتل الجميع. إذا تراجعنا الآن فلن يكون هنالك جدوى من قتالنا منذ البداية. يقصد هنا قتلهم لسكان مدينة اليشم. ونرى نائب العرافين يصرخ منذرا ببداية القتال، وفي لحظات اشتعال المعركة بعنف، إما تقتل أو ستقتل. بدأ العرافين يتصدون لهجمات الوحوش البشرية المسعورة أو المجانين، لكن أعدادهم كانت هائلة، وأشخاصا الواحد تلو الآخر يسقطون من كلا الجانبين. بدأت الدماء تغمر المكان وتتطاير في الأرجاء. أما دانيوب فقد وقف يشاهد المعركة بابتسامة باردة، وقال بهدوء: العين بالعين والسن بالسن، هذا هو قانون هذا العالم، عالم الموريوم. كان دانيوب محدقا في السقف الحجري ناظرا إلى السماء، متأملا في عبثية الحرب والتضحيات التي قدمها، ثم تمتم لنفسه بصوت خافت: إذا قارنت كمية الأرواح التي أسرقت بسبب هؤلاء السماويين المركزيين الأوغاد، فإن هذا القدر من التضحية لا يعتبر شيئا. صحيح تماما، كل شيء سيكون على ما يرام، يقولها وعلامات الرضا تعلو وجهه. لكن أفكاره قطعت فجأة عندما شعر بوجود شخص يقترب. التفت سريعا نحو باب الكهف، ثم رأى تابعه المخلص يترنح، وقد غرز سيف في ظهره واخترق بطنه. تلعثم الرجل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة محاولا تحذير سيده: مولاي، أرجوك، يجب عليك أن وقبل أن يكمل كلامه سقط جسده على الأرض بلا حركة. في تلك اللحظة ظهر جين من خلفه، وجه غاضب وعينان تشتعلان بغضب قاتل. دانيوب رغم صدمته تمتم في داخله: السيد جين، لكن هذه الهالة إنها مختلفة بالكامل عن المرة السابقة. من يكون هذا الشخص بحق الجحيم؟ ولكن العرافين الذين كانوا يراقبون بصمت، حيث تظهر عليهم علامات التعب الشديد والعديد من الإصابات، يقول أحدهم: من يكون هذا بحق الجحيم؟ هل هو مع ذلك الوغد الواقف هنالك في الأعلى؟ لكن جين لم يلتفت إليه، بل قال بصوت غاضب: السيد هوانغ قد يكون في هذا المكان. وفجأة انبعثت منه طاقة مرعبة، ظلام دامس اجتاح المكان، كأنه لعنة قاتلة تخيم على الجميع. ثم أضاف بصوت جليدي يثلج القلب: لذا لا تجرؤوا على التحرك خطوة واحدة. لكن أحد العرافين لا يعرف حجم الخطر الذي أمامه، صرخ بوقاحة: أنت هل تريد الموت؟ من تظن نفسك؟ جين لم يلقي لهم بالا ولا لنظرات الحاضرين، ونرى الشرار الذي يخرج من عينيه وهو يتقدم وسطهم. قبل أن يكمل حديثه انقض جين عليهم في لحظة خاطفة، وسدد لهم ضربة قاتلة مزقتهم إلى أشلاء متطايرة في الهواء، كأن أجسادهم لم يكن لها وجود من الأساس. الذعر انتشر بين الحاضرين بينما وقف ماك، وهو الرجل الذي قطع ذراعي الجنرال غوانغ وأخذ منه درع الحراشف الفضية، وهو يرتجف من الغضب والخوف. صرخ وهو يندفع بكامل قوته نحو جين قائلا: أيها اللقيط، أنا ماك، سأكون خصمك. لكن جين لم يبدي أي اهتمام، وبضربة واحدة سريعة قطع ذراعيه الاثنتين. سقط ماك على الأرض حيث يصرخ من شدة الألم متقلبا على الأرض، يعني ذاق من نفس الكأس التي أذاق منها الجنرال غوانغ. ذهول تام خيم على الجميع. أدرك بيونغ أن جين ليس شخصا عاديا، فأمر مساعده بالتعامل معه، والذي بدأ بجمع شتاته وصرخ بغضب: أيها اللقيط، هل أنت من نفس فصيلة ذلك اللعين فوق؟ لابد أنك العقل المدبر لكل هذه الفوضى. كيف تجرؤ على مهاجمة طائفة القبضات المحطمة؟ احتقارك للخوف سيكون سبب هلاكك. ونراه أطلق قوته بالكامل، وبدأت عضلاته بالتمدد. هالة قاتلة أحاطت به، لكنه لم يكمل إذ لوح جين بيده فقط تلويحة واحدة، وطار رأس يول في الهواء كأنه دمية بيد طفل صغير. الدماء تناثرت والرعب تملك الجميع. عندها قال جين والغضب يملأ عينيه: حمام دماء، هذا ما ترغبون به؟ إذا كان هذا هو الحال سأقتل كل شخص لعين منكم. يعني الفخامة اللي يبعثها جين تجعل البدن يقشعر. يقول دانيوب لنفسه: كنت أعلم أن السيد جين سيتدخل، لكن لم أتوقع أن يصل بهذه السرعة، بل أنه ليس كما كان، لقد تغير تماما، والدهشة من التغيير تعلو وجهه. أما العرافين المتبقيين فقد تجمدت وجوههم، والخوف والتوتر ظاهر عليها. وقال أحدهم بصوت مرتجف: يول لقد قتل يول قبل أن يتمكن حتى من استخدام قبضة الموت الخاصة به. فيما كان القائد بيونغ يراقب برعب قائلا في داخله: من يكون هذا الشخص بحق الجحيم؟ أي نوع من الضغينة يحملها ضد طائفة القبضات المحطمة؟ وطبعا هم إلى الآن لا يعرفون أن جين من الطائفة السماوية الشمالية.
والذي بدأ بالصراخ: نحن طائفة القبضات المحطمة تحت قيادة جو تشيون وو، هل ما زلت ستهاجمنا حتى بعد معرفتك بذلك؟ عرف بنفسك الآن. هل كان لازم تذكر اسم ذلك الشخص أمام جين؟ فلترقد بسلام يا بيونغ. جين وعيناه تمتلئان بالغضب خطى نحو الرجل وقال بصوت قاتم: جو تشيون وو، هل هذه هي عظمة طائفة القبضات المحطمة؟ ما مدى عظمتكم حين تلجؤون إلى قتل الأبرياء؟ كم من الناس قتلوا في مدينة اليشم بسببكم؟ صعق بيونغ من هذه الكلمات وبدأ يفكر. انتظر، إنه يتحدث كما لو أنه ليس منهم. من يكون هذا الرجل؟ هل هو أحد أفراد طائفتهم أم عدو لهم؟ يعني هو يظن أن جين تابع لنفس فصيل دانيوب، يعني أو الأشباح القرمزية. ويكمل: أشعر كما لو أننا تقابلنا من قبل، ولكن أين؟ لكنه جمع شتاته وصرخ قائلا: إنه أمر مؤسف، ولكن بسبب هؤلاء اللوغات لقد لجأنا إلى مثل هذه الإجراءات، مشيرا بإصبعه على دانيوب. لكن السيد دانيوب رغم هدوئه الظاهر كان يدرك أن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، فنظر إلى جين وقال بصوت منخفض: السيد جين أقوى بكثير مما توقعت. أما جين فكان الغضب يشتعل في داخله، وحدق في دانيوب قائلا: وأنت أكثر قسوة مما تصورت. فرد دانيوب بابتسامة باردة: هذا صحيح، إذا كان هذا ما تعتقده فأنت لست أكثر من مجرد مثالي. سأستخدم شتى أنواع الطرق والوسائل لتحقيق أهدافي، هذا هو أساس الموريوم. في النهاية من يبقى على قيد الحياة هو الفائز الحقيقي، لأنهم قادرون على تبرير أفعالهم. تقدم جين منه بخطوات ثابتة وقال: ما الذي تحاول تبريره؟ أعداد الأبرياء الذين ذبحتهم لا تعد ولا تحصى. لكن دانيوب لم يتراجع، بل حدق فيه بنظرات حادة وقال: كما ترى، لا نتراجع ولا نعتذر بعد الآن. إذا كنت ترغب في وضع حد لجنوني فمن الأفضل أن تقتلني الآن، وإذا قتلت فسيكون شرف لي أن يكون قاتلي أنت. لكن قبل أن تبدأ المعركة بينهم ضوى صوت صراخ مفاجئ: من الذي سيفقد حياته؟ دانيوب، أنا سأحميك بغض النظر عن أي شيء. نرى ظهور جون وي قائد فرقة الأشباح القرمزية وهو يجر جثث بعض العرافين. يبدو أنني وصلت في الوقت المناسب، آسف على التأخير، حان وقت التخلص من اللوغات. نظر إليه جين مو بحدة وقال بصوت متهكم: ها أنت ذا مجددا يا نام كونغ وي. اشتعل الغضب في وجه نام جون وي وصرخ قائلا: نام جون وي، هذا أنا، انطق اسمي بشكل صحيح أيها الوغد، سأقضي عليك هذه المرة. بينما كان بيونغ يراقب المشهد بذهول تمتم في داخله. لا شيء يبدو منطقيا الآن. العرافين الذين تدربوا شخصيا على يد مولاي لقد قتلوا جميعا في لحظة على يد هؤلاء اللوغاد المجهولين. هذا مستحيل، يجب علي الخروج من هنا والآن. يا مولاي، هذا شيء لا أحد يستطيع التعامل معه غيرك، هذا يفوق مقدرتي بالفعل. في تلك الأثناء كان جون وي يحدق في جين، ثم بدأ يضحك قائلا: سررت بلقائك مجددا أيها النصل الشيطاني، لا يزال لدينا دين علينا تسويته، أليس كذلك؟ يجب أن أعترف أنت ماهر جدا. السبب الوحيد الذي جعل الأمور تسير كما سارت في المرة الماضية وأنني كنت أستصغرك، لكني سأتعامل معك بكل جدية هذه المرة. لكن جين لم يعره اهتماما وبدأ ينظر حوله ويتمتم في نفسه: ما هذا؟ لا أرى السيد هوانغ، هل هو محتجز في مكان آخر؟ في لحظة اندفع جون وي مهاجما برمحه على جين والذي اقترب من رأسه، لكنه تفادى الهجوم بسهولة. اشتعل الغضب على وجه جون وي وصرخ قائلا: ألن توليني أي اهتمام أيها الوغد؟ ثم هاجم مرة أخرى بقوة ساحقة، لكن جين تصدى للهجمة ببراعة. عندها ازداد غضب جون وي وصرخ: من أنت بحق الجحيم؟ لماذا تفسد علينا خطتنا بهذا الشكل؟ أجاب جين بصوت حازم: أنا هنا من أجل عمي فقط، ولن أرحل قبل أن أستعيده. بغضب وجه جين ركلة قوية نحو جون وي، لكنه أمسك بقدمه ورماه بعيدا بقوة مدمرا الأرض من تحته. ثم صرخ قائلا: جد عمك الوغد هذا واغرب من هنا، مشاكلنا أثقل بكثير من مشاكلك. جيلنا الأكبر أصبحوا راضين بعيش بقية حياتهم في سلام، ولكننا مختلفون. هل تفهم مقدار الغضب والاستياء الذين تراكموا لعقود؟ ويزيد: نحن أيضا نريد أن نعيش كباقي البشر، لذا توقفوا عن التدخل في خططنا. في تلك اللحظة كان بيونغ مرتعدا مما يراه أمامه وعيناه تمتلئان بالهلع. تمتم بصوت متقطع: يا مولاي، يجب أن أصل إليك بسرعة. لكن فجأة شعر بوجود شخص آخر بجواره. استدار بسرعة ليجد أنه دانيوب واقفا بجانبه ينظر إليه باستياء بالغ. ارتجف بيونغ قليلا وسأل بذهول:
متى جئت إلى هنا؟ ألقى دانيوب عليه نظرة ازدراء عميقة وقال بسخرية: مولاي أنت واعد تماما كمولاك، ما زلتم مجموعة من الحمقى لم تفهموا الوضع حتى الآن. ثم أكمل بصوت بارد: لقد خرجنا إلى العالم الخارجي لغاية واحدة فقط، إيقاظ مجموعة الليل الصامت الغافي. لقد حان الوقت ليعود الليل الصامت من سباته الطويل. تسمر بيونغ في مكانه واتسعت عيناه برعب وهو يتمتم بصوت مرتجف: إذا هذا حقيقي، أنتم هم الليل الصامت. لم يجيبه دانيوب مباشرة، بل أمسك بآلته الموسيقية ونظر إليه بسخرية قائلا: هل استغرقت كل هذا الوقت لتتذكر من نحن؟ على غبائك الشديد، كما توقعت لقد نسي العالم أمرنا تماما في النهاية. وفجأة بدأ دانيوب بالعزف على قيثارته لتصدر موجات صوتية قوية هزت المكان بالكامل. أدرك بيونغ الخطر فورا وبدأ يهرب بسرعة جنونية. ولكن هل أنت أسرع من الصوت يا بيونغ؟ مزقت أذنيه وأعينه في لحظة. لم يكن هو الضحية الوحيدة، بل تأثر كل من كان داخل الكهف بهذه الموجات القاتلة، والتي بدأت بالاتساع والانتشار في جميع الأرجاء. في نفس اللحظة كان جين يتصدى لهجوم جون وي القوي، لكنه توقف فجأة عندما شعر بالموجات الصوتية تتجه نحوه، وهو يهمس في نفسه: ما هذا؟ إنه يستخدم الكهف لتضخيم تذبذبات صوته، هذا جنون. ولكن سرعان ما بدأ الدم يسيل من أذنيه بسبب التأثير القوي للهجوم الصوتي، لكنه سرعان ما استجمع قواه قائلا: يجب أن نسرع واستخدم الظل الألف لحماية خطوط القوة في جسدي. لكن قبل أن يتمكن من إكمال كلامه انقض جون وي عليه بهجوم ساحق جديد وهو يصرخ غاضبا: أتجرؤ على إهمالي؟ لن أسامحك على هذا. ببراعة تفادى جين الهجمات المتتالية، لكنه بدأ يدرك شيئا مهما وهو يراقب ما يجري. هذا ليس جون وي الذي قاتلته سابقا، إنه أقوى بكثير الآن، لكن الموجات الصوتية لم تؤثر عليه. هل يمكن أن يكون؟ لكن لم يكن هنالك وقت للتفكير. تجمع الاثنان ضد جين وهما يقفان استعدادا لقتاله، إذ وجه دانيوب موجة صوتية أقوى من السابق محطمة كل ما في طريقها من ناحية اليمين، فيما كان جون وي يهاجم مجددا مستخدما رمحه بضربة قاتلة مباشرة. في لحظة الاصطدام دوى انفجار هائل غطى المكان بالكامل. بصعوبة استطاع جين تفادي الهجمتين، لكنه شعر بالخطر يتزايد. تمتم بصوت منخفض: هذان الاثنان يشكلان إزعاجا حقيقيا، لا يمكنني ترك المعركة تطول أكثر من اللازم. وفي اللحظة التالية اندفع جون وي بهجوم ساحق آخر، لكن قبل أن يصل إلى هدفه اختفى جين من أمامه في لحظة وظهر خلفه مباشرة، وأصبحت هالته الشيطانية أكثر كثافة. ثم هبس بصوت بارد: نصل نهاية المظل. الطقس الخامس: رقصة الدماء. اتسعت عينا جون وي برعب عند إدراكه لما يحدث، لكنه لم يملك الوقت الكافي للرد. في أقل من لحظة انهالت عليه سلسلة من الضربات القاتلة، مزقت جسده وانفجرت الدماء من كل مكان قبل أن يسقط غارقا في دمائه. وقف دانيوب في صدمة مطلقة وهو يحدق بجثة جون وي التي لم تعد سوى كومة من الدماء واللحم الممزق. صرخ بغضب: جون وي! وفي يأسه أطلق هجمات صوتية مدمرة نحو جين، لكن الأخير تفادى كل هجماته بسهولة واقترب منه خطوة بعد خطوة، وعيناه تتوهجان بعزيمة قاتلة. شعر دانيوب بالرعب وهو يحدق في عيني جين وبدأ يتراجع بخوف شديد، لكن فجأة شعر بشيء يوقفه، وعندما نظر خلفه كانت الصدمة الكبرى. كان بيونغ في لحظاته الأخيرة قد أمسك بثيابه رافضا السماح له بالهرب. رغم جسده المدمر كانت عيناه مدمرتان بالكامل، ولكنه تمتم بصوت ضعيف: لا نتركك تفلت. في لحظة خاطفة انقض جين عليه بسرعة مذهلة، قاطعا المسافة بينه وبين دانيوب في طرفة عين، مسددا ضربة سيف قاتلة نحو عنقه. توقف الزمن للحظات ثم عم الظلام المكان بالكامل. لحظات بعد ذلك كانت جثة جون وي قد انشطرت إلى نصفين والدماء تطير كالشلال وتغمر الأرض كالنهر. بدا دانيوب مذهولا غير قادر على تصديق ما حدث وهو يحدق بجثة أخيه الممزقة. قبل لحظات فقط كان يقاتل بضراوة، والآن انتهى أمره. ولكن ماذا حدث بالضبط؟ ألم يمت نام جون وي قبلا؟ تعالوا نرجع للحظات في الماضي عندما كان جون وي غارقا في دمائه، وقبل أن يفقد وعيه ألقى نظرة أخيرة على دانيوب. تمتم بصوت متقطع: ذلك النصل الشيطاني، هل قطع كل أصابعي؟ لا أستطيع حتى رفع إصبع واحد. لكن رغم ذلك بذل جهده الأخير، حاول الزحف محاولا الوصول إلى دانيوب، ونراه قد تمكن من الحركة باتجاه أخيه لحمايته والدفاع عنه قبل أن تصل إليه هجمة جين القاتلة. نذهب إلى ذكرياتهم في الماضي، حيث في مكان داخل جرف في أحد الجبال
كان الأطفال متجمعين حول صبي صغير ملقى على الأرض ينهالون عليه بالضرب بلا رحمة. أحدهم صرخ بغضب: ليس لدينا ما يكفي من الطعام، فلماذا يعطونه لهذا اللقيط؟ فليمت وحسب. فجأة اندفع طفل آخر نحوهم بسرعة يصرخ: أيها الأوغاد توقفوا حالا! فور رؤيتهم له تفرق الأطفال هاربين. إنه نام جون وي، اهربوا الآن! هم أصدقاء منذ الطفولة ويعرفون بعضهم منذ وقت طويل، ونراه يساعده على النهوض رغم جسده المغطى بالكدمات والندوب، ويقول: أنا بخير. نظر جون وي إليه بقلق وقال: أنت قوي، لماذا تسمح لهم بضربك دائما؟ يتنهد دانيوب ويقول: هذا لا يهمني، طالما أنك هنا لتحميني يا جون وي فأنا بخير. شكرا لك. أشاح جون وي بوجهه محرجا وقال بحدة: إذا كنت رجلا فلا تتصرف كالفتيات، لهذا السبب يعتقدون أنه من السهل التنمر عليك. ثم تغيرت ملامح الصبي إلى الجدية وقال: هل علمت أن السيدة ماي ماتت بالأمس؟ لقد كانت امرأة لطيفة حقا. ألا تعتقد أن الكبار فكروا يوما في الهرب من هذا المكان؟ نظر جون وي إليه باستغراب وقال: لقد قالوا إننا إن حاولنا الخروج سيقتلنا الأشرار فورا. أجاب الصبي بإحباط: لكن الكثيرين منا يموتون من الجوع، وإذا مرضنا فلا علاج لنا. النجاة ليوم آخر أصبحت معركة بحد ذاتها، لماذا لا يفعل أحد شيئا لتغيير هذا؟ يقولون أنني أملهم ومستقبلهم، لكن ماذا يفترض بي أن أفعل؟ لا أعلم، لكنني أعرف شيئا واحدا: يجب أن نحصل على فرصة لنعيش كالبشر. أنا أخطط لإنقاذ شعبنا والسعي إلى العالم الخارجي. أعتقد أن هذا هو سبب وجودي هنا. نظر جون وي إليه بابتسامة خفيفة وقال: لا فكرة لدي عما قلته للتو، لكن مهما حدث هذا الأخ سيحميك دائما، لذا لا تقلق وركز على مهمتك. والآن نرى جون وي يقف أمام جين وقد شطر إلى نصفين بوحشية وتناثرت أشلاؤه في المكان، وقد قطع جانبه الأيسر، ودانيوب يحدق بالمشهد في صدمة وعيناه ممتلئتان بالحزن. جون وي أخي، لكن لا وقت للحزن، فالمعركة ما زالت مستمرة. جين الذي لا يرحم ينظر نحو دانيوب، لكن في أقل من لحظة يختفي دانيوب من أمامه ليظهر على بعد خطوات. جسده يرتعش ليس خوفا بل ألما لفقدان صديقه. شد قبضته على قيثارته حتى تحطم جزء منها، رافعا يده بكل غضب، نازلا بأصابعه على قيثارته محطما إياها بالكامل، ومرسلا لموجات صوتية مدمرة باتجاه جين، والتي قد دمرت المكان بالكامل من قوتها. شعر دانيوب بصدمة. جون وي أخي، وهو يحدق بجثمان أخيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. همس جون وي بصوت متقطع: كنت أريد أن أجعلك تبتسم حتى النهاية، لكن يبدو أنني انتهيت بطريقة بائسة. لذا يا دانيوب، من فضلك ابتسم. لا حاجة لهذا الوجه الحزين بعد الآن، وإلا فسأكون بائسا حتى في موتي. ارتجف دانيوب وعيناه تغرقان بالدموع. جون وي أنا آسف جدا، شكرا لك على كل شيء يا صديقي. لكن لحظات الحزن لم تدم طويلا، إذ خرج جين مو من سحابة الغبار التي خلفتها الهجمة القاضية، وقال بصوت بارد: هذا اليأس الذي تشعر به الآن، فقدان الأحبة، هذه هي نفس المشاعر التي يعاني منها مئات الأشخاص الآن. لذا أخبرني، ماذا كان هدفك من تحويل الأسرى إلى مجانين؟ تحدث دانيوب بصوت ضعيف: أنت محق. يجب أن نتجرع من نفس الكأس التي صنعتها. لقد فعلت كل ذلك لإرسال التحذير نحو القبضات المحطمة والتحالف المركزي، وكذلك عالم الموريوم. ولكن يا سيد جين، هذه السيافة التي استخدمتها، هل هي تجمع 10,000 ظل؟ يبدي جين اندهاشه، ولكنه لا يرد عليه. يقول دانيوب: كما توقعت من ردة فعلك واندهاشك لهذا الكلام، أستطيع القول أن معلمي أخبرني أن من يشاهد تجمع 10,000 ظل سيشعر وكأن الظلام يبتلعه ببطء، وكأن روحه تتمزق، وهذا ما شعرت به للتو. لكن لا يجب أن نثق بالشائعات. وبحركة بطيئة فك دانيوب العصا التي تربط شعره ليكشف عن الناي الذي كان يخفيه طوال الوقت، ويقول: لابد أنك جين مون، سرير الجدار الشمالي، الرجل الذي قيل أنه مات قبل 10 سنوات، أليس كذلك؟ توهجت طاقة جين المظلمة وبدأت عيونه تتوهج بالضباب الأرجواني. نظرت جين إلى دانيوب مباشرة وقال بصوت حازم: هذا صحيح. أما بالنسبة لمن أنت، الشخص الذي ضاها قوة اللوردات الأربعة لليل الصامت، الاسم الذي يبث الرعب في قلوب سادة الدفاع عن النفس، أنت سليل 1000 صوت من الموت، أليس كذلك؟ ابتسم دانيوب ابتسامة غامضة رافعا الناي على شفتيه قائلا: هذا صحيح. من أخذني ودربني لم يكن أحد سوى 1000 صوت من الموت السابق، ولكن ذلك اللقب أصبح لي الآن. يبدو أن كل شيء أصبح يبدو منطقيا أخيرا. وبدأ العزف لينبعث منه موجات صوتية هائلة تخترق الهواء بقوة، أقوى حتى من الموجات التي كانت تولدها القيثارة.
انطلقت الهجمة بسرعة خاطفة باتجاه جين. عندها تحدث يوب قائلا: ظهورك المفاجئ، أنت سيد فنون دفاع عن النفس الغامض، أكان هذا لأنك زعيم الجيل الخامس للطائفة السماوية الشمالية جين؟ وأثناء اقتراب الموجات الصوتية نحو جين نراه يستعد ويقبض على سيفه وقاطعا لتلك الموجات الصوتية بسيفه. نرى تكسر الأرض من حوله، ثم اندفع فجأة نحو دانيوب مما جعل الأرض تتصدع من شدة قوته واندفاعه. صرخ بغضب قائلا: أين تحتجزون الأسرع؟ فبدأ دانيوب بالتراجع وهو يقول: عندما سمعت بموتك في الماضي لم أشعر بشيء سوى اليأس. عدونا اللدود الطائفة السماوية الشمالية إذا كانوا قد اختفوا كنت أتساءل من الذي سيبقى ليتذكرنا. لم يمنحه جين فرصة، وقبل أن ينهي كلماته وجه له جين ركلة خاطفة كادت أن تصيبه، إلا أن يوب تفاداها بسرعة مذهلة ثم قال: كنا نختفي ببطء في أراضٍ منسية من قبل السماوات. كنت أحتقر حقيقة أننا كنا نختفي من هذا العالم دون أن نترك أثرا. لكن جين اختفى في طرفة عين ليظهر خلفه مسددا لهجوم ساحق بسيفه القاطع، فاضطر يوب لمراوغته بصعوبة. ثم قال جين: هل تفعل كل هذا لأنك تريد أن يتذكرك العالم لتجعله يعرف معاناتك؟ هذا كل ما في الأمر. ويسأله جين بنبرة حادة: هل لهذا علاقة باللوردات الأربعة لليل الصامت؟ بدأ دانيوب بالعزف عند سماعه هذا الاسم، ثم تمتم متفاجئا: إلى أي مدى تعرف عنهم يا سيد جين؟ ثم أن هذا العالم ليس بهذه البساطة التي تعتقدها، فالأمر أكثر تعقيدا مما تفترض. نظر جين إليه وسأله: هل ما زالوا أحياء؟ يقصد هنا اللوردات الأربعة لليل الصامت. فجأة رفع دانيوب الناية مجددا ويخبره: نعم ما زالوا أحياء، ولكنهم كانوا مشغولين ببعض المشاكل الداخلية. ونفخ في الناي ليطلق موجات صوتية مدمرة شقت الأرض في طريقها نحو جين، والذي تصدى لها باستخدام سيفه. ثم فكر في نفسه: إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أن إيون هاسيول بأمان. في جزء من الثانية اندفع جين مو مسددا طعنة مباشرة نحو يوب، لكن الأخير استطاع تفاديها ويقول: أليس هذا مضحكا؟ العالم بأسره يعتقد أن الليل الصامت والطائفة السماوية الشمالية قد تم محوهما تماما، ولكن من كان ليظن أن أحفادهم سيقفون هنا في هذا المكان. نظر يوب إلى جين وبدأت طاقة شيطانية غامضة تنبعث منه وهو يهمس بصوت مخيف: صحيح، أعتقد أنك ذكرت أنك تبحث عن عمك. إن كان أحد المجانين الذين سقطوا في هذا المكان فسامحني، هذا مؤسف، ولكن لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك. أمسك بنايه بقوة ورفع طاقته الشيطانية إلى أقصى حدودها، ثم قال بصوت حاد: كنت آمل أن تكون الخاتمة الكبرى من تنفيذك سيد جين، لكن يبدو أن هذا هو أقصى ما يمكنك الوصول إليه. ويطلق تقنية الصوت المدمر للنهاية الساقطة، ونرى أن هجمته قد أحدثت دمارا عظيما داخل الكهف، هزت أرجاء المكان. هجمة صوتية منه كانت كافية لتدمير المكان من حول جين، والذي يقفز متفاديا للهجوم، وجين مون الذي يخبره: سأسألك مرة واحدة أخيرة. وعيناه وسيفه يشتعلان بالشرار الأرجواني: أين هو المكان الآخر الذي تحتجز فيه هؤلاء الأسرى؟ يرد دانيوب صارخا: عليك استخدام قوتك لتكتشف الأمر بنفسك. وعازفا على نايه محدثا لموجة صوتية عظيمة من الطاقة دمرت جزءا من سقف الكهف، ولكن جين الذي يتفادى ذلك الهجوم ويخرج منه ويلاحظه دانيوب، والذي يبدأ بشن هجمات صوتية شيطانية مدمرة دمرت جانب الكهف. يخرج جين من بين غبار الدمار منطلقا على جانب الكهف ويقول في نفسه: الصوت الشيطاني للسماء الفارغة، الصوت المدمر للنهاية الساقطة. سمعت أن هذه كانت واحدة من أقوى التقنيات المستخدمة في فنون الصوت خلال حرب الطائفة السماوية الشمالية والليل الصامت، وكانت هنالك شائعات بأن هذه التقنية استخدمت من أجل سفك كمية لا تحصى من الناس. أعتقد أن ذلك لم يكن كذبا، إنها قدرة قوية للغاية. ونرى أن أذناه قد تضررت من تلك الموجة الصوتية، ليس هو وحده بل حتى دانيوب، والذي استخدم كمية هائلة كبيرة من التشي الذي عاد عليه بالسلب. ينزل جين على الأرض باتجاه دانيوب، وما أن ثبت على الأرض حتى انطلق بكل قوته باتجاهه وبدأ بالهجوم عليه بقوة ساحقة ويصرخ عليه: سأنهي هذه المعركة بهجوم واحد. وقبل أن يصل إلى دانيوب الذي بدأ مرة أخرى بالعزف يصرخ: مبهر جدا يا سيد جين. للحظة التقاء سيف جين المسحور وموجات دان الصوتية الشيطانية متصادمين مع بعضهم، حيث أن كلا القوتين متساويتين. جين الذي لم يتزعزع من مكانه، لكن دانيوب الذي بدأ جسده وقواه تنهار تدريجيا تحت الضغط الهائل لقوة جين. وما هي إلا ثواني ونرى تفجر الطاقة العظيمة لجين في المكان،
مدمرة الصخور والأرض من حوله، مشكلة إعصارا عظيما من الطاقة. وبعد انقشاع الدخان عن المكان نرى شقا عظيما في قلب الكهف دمر حائط الكهف من الداخل. ينتبه جين لشيء ما خلفه، وهو دانيوب الجبان الذي فر بجلده في آخر اللحظات، والذي يقول: لو كنت أبطأ قليلا لكنت قد رحلت عن هذا العالم الآن. ويخبر جين أنه يخفي قوته عن العالم بأسره، وأنه زهرة وسط طريق موحل. وقبل أن يكمل كلامه نرى عبور جين من أمامه، وتفاجأ دانيوب من ذلك، وقبل أن يدرك ما حدث قد تم قطعه إلى أشلاء وإصابته بجروح متعددة من قوتها. قد تكسرت الصخور تحته. يهبط جين على الأرض ويخبره أنه مجرد ثرثار حالم. نرى سقوط دانيوب على الأرض والدماء تغطي جسده، بينما يقول جين: أول من بادر بالهجوم ونهب البر الرئيسي كانت مجموعة الليل الصامت. عندها بدأ دانيوب بالسعال الشديد وهو يردد: لا، هذه ليست الحقيقة. لكن جين مون أكمل حديثه دون اكتراث: هذا هو السبب في تشكيل الطائفة السماوية الشمالية، وبعد عقود عديدة هزم الليل الصامت. أنت تتحدث عن الظلام، ولكن بعد كل ما فعلتموه يا رفاق، أي نوع من التحذيرات تحاول إرسالها إلى التحالف السماوي المركزي؟ صحيح أنني لازلت لا أفهم التفاصيل الدقيقة، ولكن هل كان لابد أن يذهب الليل الصامت إلى هذا الحد؟ هل هذا هو الطريق الوحيد لكم؟ هل حقا تحتاجون لقتل كل هذه الأرواح البريئة لتحقيق أهدافكم؟ نهض دانيوب بصعوبة وبالكاد يستطيع الوقوف، ممسكا بنايه الخاص، وقال بصوت متعب: أنا متأكد أن السيد جين متعب أيضا، أليس كذلك؟ نظر جين إليه مصدوما من هذا المشهد الغريب غاضبا، ثم قال دانيوب: أنا أفهم ما تمر به، لأنك لا تختلف عنا في هذا العالم. هنالك الكثير مما هو مخفي عن أعيننا، لابد أنك تتساءل عن الحقيقة، وأنا متيقن أن هذا كله يثير غضبك، وجسده يرتجف بكل خوف وتعب من هذا القتال. وفجأة تغيرت تعابير وجهه وصرخ بغضب: ولكن هذا لأن خطتي لم تنتهي بعد. منذ البداية لم يكن السيد جين جزءا منها، ولكن ظهورك عجل بتنفيذها وأكملها. رفع نايه محاولا العزف مرة أخرى، ولكن في أقل من لحظة تحطم الناي إلى أشلاء متطايرة في الهواء. نظر دانيوب إلى الأمام ليجد أن جين قد وجه إليه هجوما بسرعة البرق، وقد أصبح خلفه. يقول جين بصوت بارد: لقد سألتني إن كنت متعبا أم لا. طوال معاناتي كان هنالك شخص واحد فقط لم يتركني، استمر في دعمي. ثم نظر مباشرة إلى دانيوب وقال: وكان هذا هو السيد هوانغ شول، الرجل الذي أخذتموه بعيدا عني أيها الأوغاد. ضحك دانيوب بجنون وقال: ما زلت لا أعرف من هو عمك ولا كيف يبدو، لكن للاعتقاد بأنه انتهى به المطاف جزءا من خططي. القدر قاس للغاية، أليس كذلك؟ والآن لنضع نهاية لهذا المشهد. اشتد غضب جين وقال: تنوي أن تبقى صامتا حتى النهاية. وفي لحظة بدأ جين في توجيه ضربات قاتلة بسرعة الضوء قائلا: أنا لا أراه هنا، ولكن إذا كان السيد هوانغ قد انتهى به المطاف في هذا الجحيم فلن أسامحك أبدا. في أقل من لحظة أنهى جين هجماته وأعاد سيفه إلى غمده، وما أن استقر السيف في موضعه حتى ظهرت آثار الضربات بشكل مرعب. تحولت إلى وحوش مفترسة حطمت المكان ومزقت جسد دانيوب بوحشية وسلخت جلده، وبدأت دماؤه تتطاير في المكان، ونرى سقوطه على الأرض. لكنه حاول الوقوف مرة أخرى، وبالفعل على الرغم من أنه كان على شفير الموت تقدم نحو جين محاولا توجيه لكمة أخيرة له. قال يوب وهو يلهث بصعوبة: أنت مذهل يا سيد جين، أظن أن هذه هي قوة الطائفة السماوية الشمالية، أليس كذلك؟ لكن جين عرقله بلمح البصر، طرحه أرضا، نظر إليه بغضب، بينما كان دانيوب يحاول النهوض مجددا متأملا وجه جين، وقال: هل هذه النظرات هل تشفق علي؟ ثم ضحك بسخرية وقال: لا داعي لأن تعتقد أن موتنا مثير للشفقة، هذا ببساطة الثمن الذي كان علينا دفعه لتحقيق هدف عظيم. إلى جانب ذلك لقد حققت ما أردته بالفعل، هدفي النهائي كان موتي، فكلما كان موتي عظيما كان ذلك يعني نهاية الليل الصامت والتحالف السماوي المركزي معا بشكل أكيد، لأن موتي سيجعل الليل الصامت يستيقظ من جديد. لذا ليس لدي أي ندم، بل أريد أن أشكرك يا سيد جين. ثم تابع بضعف شديد: كنت أخطط لإنهاء هذا بمواجهة أحد الأربع العظماء السابقين للسماوات الشمالية، جورج شيون وو، ولكن يا للمفاجأة، ظهر شخص أكثر تأهيلا، زعيم الطائفة السماوية الشمالية بنفسه. بظهورك أصبحت خطتي أكثر كمالا، لهذا السبب لم أقدم لك أي إجابات، بل كنت أستفزك عمدا. كنت أعلم أنك ستتوقف بمجرد أن تجد ما تبحث عنه. التفكير في أنه كان من الممكن أن تساعدني ذات يوم
يا لها من سخرية قاسية للقدر. ثم ابتسم وبدأت دموعه تنهمر. أنا آسف، لم أكن أنوي أبدا أن يصبح عمك جزءا من خطتي. أخذ نفسا عميقا حيث نظر إلى جين وتمتم. الجبل الحزين، وادي اليأس، هنالك الكثير من التجار والحرس محبوسين هناك. آمل أن يكون عمك من بينهم، ولكن بعد قتال دام لليلة كاملة حيث أنهكه القتال بكل معنى الكلمة، شعر جين بألم شديد فجأة وسعل دماءه، ثم تفقد جسده قائلا: لقد استنفذت الكثير من قوتي الداخلية في هذه المعركة، سحقا. أعضائي الآن في فوضى تامة. أخرج حبة دواء وقال لنفسه: يجب أن أتناولها على الفور، وهي نفس الحبة التي أعطاها له مبعوث تانغ السيد جيمون. تناول الحبة ثم نظر إلى جسد دانيوب متأملا جثته العفنة. ألف صوت من الموت، الشيء الذي كنت تقدره أكثر من حياتك. ما الذي كنت تحاول تحقيقه حتى تخطط لموتك بهذه الطريقة البشعة؟ ما هو هدفك الحقيقي من كل هذا؟ وفجأة شعر بالجو أصبح باردا قاتما يلف المكان. ظهر من الظلام شخص ضخم يحمل رمحا هائلا بجوار جين. تجمد جسد جين بالكامل وشعر بضغط مرعب يجعله غير قادر حتى على التنفس. ما هذا بحق الجحيم؟ متى وصل هذا الشخص إلى جانبي؟ لا أستطيع حتى تحريك إصبعي. اللحظة التي أقوم فيها بأي حركة سأقتل فورا. نظر إليه جين بحذر، بالكاد يستطيع رؤية ملامحه وسط الظلام. ثم تمتم، عباءة سوداء طويلة كأنها جناح خفاش، رمح فضي يحمل ختم الأشباح المحفورة عليه، وعيناه ذلك الوهج الشاحب الذي يبعث الرعب في القلب. ثم اتسعت عيناه بصدمة. هل هو ربما؟ وبالفعل تقدم الشخص الضخم خطوة إلى الأمام وقال بصوت هادئ ولكنه مخيف: اغفر لي كوني متأخرا يا دانيوب، كنت دائما أراك أملنا، كنت طفلا فريدا من نوعه، أشرقت كنجم في الظلام، لم يكن هنالك مجال للشك. هذا الرجل إنه أحد اللوردات الشياطين الأربعة لليل الصامت، رمح الأجنحة السوداء، حاملا لجسد دانيوب. يبدو أن طريقتك في إيقاظ بقية الليل الصامت كانت تتمثل في قتل نفسك. بالتفافة مفاجئة نظر شبح الرمح إلى جين وقال: أرى أنك ما زلت على قيد الحياة أيضا يا جين مون. تسمرت قدما جين مون في مكانه فور سماع تلك الكلمات واتسعت عيناه من الصدمة. سأله سريعا: أتعرفني؟ بدت ملامح شبح الرمح مستاءة وهو يجيبه: كيف لي أن لا أعرف العدو الأبدي لليل الصامت، النمر الصغير للطائفة السماوية الشمالية. ويكمل: دانيوب كان شعاع الضوء الذي تسلل إلى ظلمة حياتنا، لكنه انطفأ الآن. أما نحن الذين اعتدنا الظلام فلا خيار أمامنا سوى البحث عن نور آخر. لم تمضي سوى لحظات حتى انطلق شبح الرمح بهجوم ساحق مستخدما رمحه القاتل. كانت الضربة سريعة ومدمرة، لكن جين تمكن من الرجوع للوراء وتفاديها بصعوبة شديدة وهو يلهث قائلا في نفسه: تبا، إنه سريع جدا، لو كنت أبطأ ولو قليلا لكنت في عداد الموت الآن. وفجأة ظهر شبح الرمح أمامه مجددا مسددا هجمة أخرى، غير أن جين بأنه لم يكن خارج مدى الرمح، أو هكذا ظن. في لحظة خاطفة اندفعت الهجمة نحوه بطريقة غير متوقعة، والرمح قد ثقب جسده باتجاه قلبه، والصدمة والدهشة تعلو على وجه جين، لكن جسده ارتد للخلف بقوة مدمرة. وقع جين مون على الأرض متألما بشدة يتحسس مكان الإصابة التي كادت تؤدي بحياته. وبينما كان يلتقط أنفاسه أخرج بطاقة اليشم الخاصة بعائلة تانغ والتي أهدتها له الآنسة مي، وحدق فيها قائلا: لقد أنقذتني هذه البطاقة من الموت المحقق، لو لم تكن بحوزتي لاخترقني رمحه تماما. هل هو قادر على تمديد مدى رمحه بشكل جنوني كما هو متوقع؟ لم يلقب بشبح الرمح عبثا، ونرى انتشار هالته التي تشكلت على وجه شبح. وقف جين متخذا وضعية الهجوم، بينما كان شخص آخر يراقب المعركة من بعيد، تشونغ إن، ويقول: أحد اللوردات الشياطين الأربعة. بدا مذهولا وهو يتمتم في نفسه: مستحيل، أحد الأساطير الحية لليل الصامت، رمح الأجنحة السوداء في مواجهة سليل الطائفة السماوية الشمالية. أليس هذا دليلا على أن الصراع القديم بدأ من جديد؟ يا إلهي، هل هذه بداية الغزو العظيم؟ ونرى المسكين الفتامون الذي فقد وعيه من رؤية مشاهد المعارك وأنهار الدماء. في هذه الأثناء في ساحة المعركة وقف جين في مواجهة شبح الرمح، طبعا هو اسمه شبح الرمح أو رمح الأجنحة السوداء، الذي بدأت هالته الشيطانية تنتشر في المكان باعثة الرعب في كل من يشاهدها. كان يحمل في يده جثة دانيوب وعيناه تتقدان بوميض شرس، ونرى تغير الهواء في المكان كله، وبدأت الصخور تتطاير في الفضاء. في لحظة خاطفة أطلق شبح الرمح طاقته المظلمة التي تشكلت على هيئة شيطان شبح ضخم
موجها ضربة لا تقاوم نحو جين. اهتزت الأرض بعنف وتحطمت الصخور تحت وطأة هذا الهجوم الساحق، لكن في اللحظة الأخيرة رد جين بهجمة قوية بطاقته الخاصة مصطدما بقوة شبح الرمح، مما تسبب في انفجار هائل دمر المنطقة بأكملها محدثا دوامة من الدمار والركام. وقف شبح الرمح بجانبه وجين في دهشة من مهاراته ويخبره بموت دانيوب. سيعرف العالم غضب الليل الصامت وسيقع بأسره في الفوضى العارمة. أطلق شبح الرمح طاقته المظلمة على هيئة شبح ضخم نحو جين. يحاول جين تدارك الموقف واضعا سيفه أمامه كدرع، ولكن ذلك الهجوم قد حول الأرض والصخور إلى تراب متناثر في الأرجاء، مرسلا لجين مون بعيدا، والذي عندما فتح عينيه وجد شبح الرمح فوقه وكأنه ضخم كالجبل عات كالوحش في مشهد مهيب، وذلك للقضاء على سليل الطائفة السماوية الشمالية. وجين الذي يتدارك الموقف ويقوم بالعض على أسنانه وتشيع عيناه باللون الأرجواني القاتم، مما جعل شبح الرمح في تعجب من مقاومة جين ورفضه الاستسلام للموت، حيث بدأ جين باستخدام قدراته وتفعيل تقنياته الخاصة، تقنيات الطائفة السماوية الشمالية، حيث يوجه العشرات من الهجمات القاضية بطاقته الداخلية نحو شبح الرمح. ونرى فخامته وعظمة قتال الأساطير، حيث ينزل شبح الرمح برمحه على جين، والذي هو الآخر قد شكل العشرات من الهجمات القاضية محيطا بها شبح الرمح من كل ناحية وصوب. ونرى أثر تصادم هجماتهم والتي أحدثت انفجارا ضخما دمر الجبل على إثره بالكامل إلى تراب متناثر في الأرجاء، حتى الغابة التي كانت تحيط بالجبل لم يعد لها وجود من الأساس. ناظرا إلى جين بازدراء قائلا: يجب أن تكون شاهدا على النهاية، الليل الصامت قد عاد ولن يوقفه شيء يا سليل الطائفة السماوية الشمالية. استدار ليغادر، لكن قبل أن يختفي في الظلام أضاف: الثمن الذي ستدفعه أنت والعالم والبر الرئيسي سيكون باهظا جدا. عندها فقد جين الوعي تماما، تراكمت الصخور فوق بعضها البعض وسوي الجبل بالأرض، وسيف جين هو الشيء الوحيد المتبقي واقفا مغروسا بين الصخور، لكنه لم يستسلم، ومن بين الأنقاض امتدت يده من تحت الركام. وعند هذا الحد سنقف لمقطع اليوم، يعني رؤيتنا لثاني لوردات الشياطين من الليل الصامت وقمة الفخامة من جين مون بطل قصتنا، وإن شاء الله سنكمل القصة حتى نهايتها. وإن أكثر ما يعجبني هو أن البطل جين ينهزم أكثر من مرة، لكنه يعود مرة أخرى ليبهرنا بقوته. صراحة أفضل منهى وشفتها من كل ناحية، الرسم، القصة، المعارك، حتى الهدف منها، كل شيء بها أسطوري جدا، وستكون واحدة من تلك الروائع التي ستذكرها دائما عندما ننتهي من تلخيصها. بغض النظر عن الأسئلة الكثيرة التي تطرح في هذه الحلقة، يعني ماذا كان يعني دانيوب عندما قال أن مهاجمة الليل الصامت للبر الرئيسي والتحالف السماوي المركزي ليست بالحقيقة؟ هل حدث لهم تآمر وغدر كما حدث للطائفة السماوية الشمالية؟ يعني على الكثير من الحماس. ما طولش عليكم يا الغوالي، وحتى لقاء قريب، وإن شاء الله في قصص جديدة بنعمل عليها وحتنزل على القناة. وفي أحد الأصدقاء في القناة من الأساطير اقترح قصة هيرو ريتيرن وقصة ذا بوكسر، وأنا أفكر في بدء قصة جديدة على القناة، وسأقوم إن شاء الله بعمل تصويت على شكل منشور في القسم الخاص بالمنتدى. إذا كان عندكم أي روايات أسطورية للأساطير اكتبوها في التعليقات، ويمكنكم التصويت على الاقتراحات التي ستنزل حتى إن شاء الله نبدأ قصة جديدة على القناة. وبهذا يكون انتهى القتال بين جين مون وأحد اللوردات الشياطين، وحتى موعد آخر، أراكم في أمان الله.